اهلا بكل متابعينا الكرام. فيه واحده على التيك توك اسمها الدكتوره كابي، بتقول كلام غريب وعجيب قوي. بتقول ان شيكا مات تاني يوم، ما ماتش في نفس اليوم اللي اتدفن فيه، ومات في المقابر. الغريب بقى ان المتابعين لكابي دي يعني مش عارف معتبرينها ايه، هي بتنجم ولا عارفه المجهول ولا ايه بالظبط. كله بيبعت لها رسائل: انا داخل مشروع اكمل ولا لا، بنتي تتجوز ولا لا، انا ابراهيم ما جاليش، طب اعمل ايه، مش عارف ايه، يعني حاجات كده سبحان الله. وكانها بتضرب الودع، بتعرف الغيب. هنشوف فيها اتكلمت في حاجات كتير قوي، واولها طبعا موضوع ابراهيم. هنتابع الفيديو وكلام كابي، وعايزين رايكم في الموضوع ده. طلع شيكا مات تاني يوم، ما ماتش في نفس اليوم. شيكا مات زي ما مات صلاح قابيل. شيكا كانوا مفكرين ان هو مات، بس هو ما كانش مات، هو مات في التراب هو. عشان كده ربنا عمل كل اللي حصل ده. يا رب البنت تكون موجوده والمسج بتاعها يكون موجود، وهي كاتبه لي كاتبي شيكا مات. بنت موجوده وهتلاقوا بالتاريخ. قلت لها شيكا ما ماتش، ما تقوليش كده. قالت لي والله النهارده كله بيقول. قلت لها لا. جيت تاني يوم قلت لها شيكا مات النهارده، لان هو دخل في التراب. كانوا مفكرينه ان هو مات وهو ما كانش مات. الله اعلم اللي حصل ايه عشان الدنيا تتهدى عليك كده وربنا يعمل كل ده. حتى لو الاشخاص ابرياء او مش ابرياء، يبقى ربنا ليه مغزى. لما الميت بيموت، حتى لو اهله ما عملوش اللي الناس بتقوله، الميت لما الميت يموت كده ويحصل وراه الهلو، اعرفوا ان ربنا عايز يبين حاجه. اول حاجه انا قلتها لها وانت عارفه ان انا مش ضدها، اول ما شيكا جالي والمكالمه موجوده، وانا برضو ما طلعتش المكالمه، وقلت ايه، وكله استند على المكالمه اللي معايا، وانا قلت مش هطلع برضو المكالمه. وقعدتوا تقولوا هبه جدع، قلت لكم هبه عملت اللي المفروض اي حد يعمله. لو جاري عنده كانسر هقف معاه حتى لو تعبان، دي سماتنا كليه كده. زي البنت اللي جابوها بتدي الراجل بتاع الشيبسي كيس الشيبسي وبرفلوه، ده شغل هبل. انتوا خدتوا البنت بتاعت كيس الشيبسي صورتوها ودخلتوها المطاعم وعملتوا عليها حفله، فين الراجل الغلبان؟ ما شفتوهوش ليه؟ عايزين تيك توك انت تلعب في الموازين تاني، عايز تطلع براعم مش عارف تجيبهم منين، بتجيبهم من المناطق الشعبيه، تروح تصور لك بنت بتدي الراجل الكيس، وبعد كده البنت تبقى ترند ومن الترند تطلع تبقى كده. كل شغل التيك توك ده حافظينه وفاهمينه. ولو انت عامل لي حظر 2035 عشان عارف ان انا اللي قلت لا، وكنت متنبئه لكم التنبؤ اللي انتوا فيه دلوقتي، كنت متنبئه ده وقلت 60,000 مره. 60,000 مرة هيحصل معاها ايه؟ الموضوع بتاع شيكا هيهدى مش هيهدى. ليه حكمة؟ عملت ما عملتش، ليه حكمة في الفضيحة. لما ربنا يفضح يبقى الإنسان هو ستره مرة 2 20. لما جت هنا قلت لها كلمتين، قلت لها مش هترتاحي. بعد لما مات الناس اللي متابعاني وعندي فاهمين أنا قلت إيه. قلت لها أنت مش هترتاحي. قلت لها مش هترتاحي. الله تفكري إن هو مات أنت هترتاحي؟ وإن الناس عاملة عليك إن أنت الضحية وإن أنت لأ. هل اللي انت فيه ده، والله يا بنتي مش عشان بتكلم عليكي او حد يروح يجري يقول لك الحقي دي كانت بتتكلم عليكي يبقوا هبل. يمكن اللي انت فيه ده يوم ما كنت قاعده وهو واقف زي الموميا وراكي وبتصوري صوره، هي دي اللقطه اللي شدتني. يوم ما قالوا عليكي كل ده هيبان، عملتيه ما عملتوش هيبان، وانت عارفه ان هو هيبان. مفيش كلام اتكلم، الحته دي مش هتكلم فيها، لكن هتكلم في الجزئيه الثانيه. لما طلعتي يوم العيد ميلاد وقاعده على الكرسي وهو وراكي موميا، موميا موميا، حتى ما قعدتوش على الكرسي وانت اللي كنتي واقفه، وشك ما شاء الله. ما كانش ينفع نستعرض ضعفه بالمنظر ده، ما كانش ينفع نستعرض ضعفه كإنسان بالمنظر ده. راح ربنا قايل لك اهو انت بقى مش مريضه، بس هخلي كل الناس تتفرج عليكي. ودي الكلمه اللي انا طلعت اتكلمت ساعتها، قلت لك ازاي تصوريه كده
ده الواحده اللي بيبقى عندها عيل معاق بتقعد كده مش عايزه حد يشوفه. كان خلاص هو اصلا اتمنير شيكا، كان بصحته ودنيته تمام، وربط الاحداث ما بين ان الشيخ وسيم يفوق وشيكا يقع ربط احداث رهيب. الشيخ وسيم كان بيطلع لنا ادعوا لي مش قادر انا بموت، حصل ولا ما حصلش؟ فجاه. وكان التاني لسه فجاه ده يقع ده يقوم. مش بتاعتنا، هي بتاعت ربنا. انا بوري بس، مش يا بنتي والله ولا بشكك فيكي انا ولا اقدر ان انا اشكك في حد. وفي جثه طالعه وهتبان، حتى لو هو عظم على هتبان كل حاجه. لكن احنا بنتكلم في حته ان انا من البدايه قلت الشخص ده كذا، والمكالمه لا تفكروني ان انا ايه معاه. اول ما كلمني قلت له انت مش كويس. قال لي ليه بتقولي لي كده؟ المكالمه موجوده بس انا ما رضيتش اسربها ولا اطلعها. ولما عملوا الفيلم عشان اطلعها برده ما طلعتهاش. قلت له مش مرتاحه لك. قلت له استغفر. قال لي بستغفر. قلت له لا المكالمه موجوده. قلت له استغفار عن استغفار يفرق. في فرق لما استغفر في المطلق، وفي فرق لما استغفر على شيء انا عملته. وسمعته سوره الطور، هي دي اللي كانت طالعه له بس. سمعها مرتين في اولها. اول مره قال لي انا مش شايف ضلمه. في الثانيه قال لي طلعت النص النور. رغم اني ما زعلش مني وانا بهاجمه. وهي قالت كلمه قويه، قالت لي انا مش مسامحاه. الكلمه دي اللي هزتني، عشان كده كنت واقفه لها. لكن انا مش وقفت لها عشان حاجه. قالت لي انا مش مسامحاه. قلت لها بعد ما بقى موميا؟ قالت لي انا مش مسامحاه. فشيكا يعني مفيش حاجه كانت هبه بتعملها غير لما شيكا بيبقى عارفها. مفيش حاجه هي كانت بتعملها الا لما كان شيكا عارفها. يعني لو في اتفاق كان هو موجود، مفيش اتفاق كان هو موجود. هو ما كانش ميسر، بدليل ان ما حدش كان عايز يقف مع شيكا ولا حد كان عايز يديله جنيه. وفاء عامر كانت بتدلل لشاكر وغيره اقفوا مع شيكا ادوا ما كانش حد عايز. اول ما جه عندي وهي طلعت قالت الكلام ده وسمع الصور، محمد رمضان جاله اسمه ايه دوت الولد التاني ده محمد رمضان، في حد تاني جاله مين؟ محمد رمضان وتامر حسني جم راحوا له البيت. كان شيكا ده بص يقول ما في الخمر، ما كانش حد بيبص له. كلنا بلا استثناء كنا بنشوف شيكا بنقفل. انا واحده من الناس، انتوا غيره، كلنا كنا بنقفل. ويا عالم هو اللي ادى في الاول الشيخ وسيم. طب ما ممكن برضو الشيخ وسيم هو اللي كلم تامر حسني وهو اللي كلم محمد رمضان عشان ما يبانش ان هو اللي في الصوره. حتى لو في حاجه اتاخدت من كليته كان برضاه. حصل ما حصلش ربنا موجود وهو شايف. لكن انا بتكلم في المجمل ان ربنا ما بيسيبش اطلع اوري جوزي عشان اسحب فلوس عشان الناس عشان لا. ده موميا، انت بتصوريه اليوم بتاع الوفاه هو جنبك على السرير. ما اقدرش اعمل كده والله، ده لو ودني الجيران ما اقدرش اعمل كده. انا قلت لك ليكي مالكي وعليكي ما عليكي معايا. الله تقولي دلوقتي هتطلع تقول لك كبي عايزه تاخد ريتش. لا انا لو عايزه اخد ريتش انزل